في البداية حابة أقول حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم يعني استنى اظبط لكم كده الكاميرا. حسبي الله ونعم الوكيل 100 مرة على الأسعار اللي احنا فيها. أنا لسه طالعة من السوق حالا، ماشية عمالة بكلم نفسي انه مش أنا لوحدي، كل اللي في السوق. أسعار الخضار أو أسعار مصر عموما بقت أسعار أوروبية عالمية، والمرتب ثابت زي ما هو. يعني احنا زي ما احنا، بس الأسعار بتعلى ما بنعلاش معاها. فتعالوا بقى يلا ندخل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارحم جميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم. اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه. انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. بعتذر طبعا ان انا قطعت فتره مش قليله. كل مره انا تقريبا بقول بعتذر علشان انا بقعد كتير ما بنزلش فيديوهات. والله بس والله ورايا حاجات كتير، والفتره اللي فاتت كان ابني تعبان وانا كنت تعبانه. فاللهم لك الحمد على كل حال. كان في فيديو المفروض ينزل لكم، بس لما جيت جمعت الافكار لقيتها ان هي مش مستاهله ان انا اعمل عليها فيديو. خليني اقول لكم عليها في السريع كده. كان فكرتي ان انتي لو مصروفك شهري، لما تيجي تنزلي السوق، لو انتي مثلا بتنزلي ب 200 جنيه او ب 500 جنيه، احنا خلينا كده واقعيين، السوق مش اقل من 500 او 1000 جنيه تنزلي بيه ده. فتخلي معاكي 50 او 100 جنيه زياده. ليه؟ علشان الاسعار كل يوم بتزيد، فانتي ما تضمنيش السعر اللي انتي رايحه فيه في اليوم دوت بيبقى عامل ازاي. دي حاجه. الحاجه التانية، انا ما بقيت ماشيه ان انا بجيب على قد الاستهلاك اللي بعمله. يعني ايه؟ يعني انا هستهلك خلال مثلا يومين 3 كيلو 2 كيلو بطاطس، فبجيب على قدي. الطماطم دي اول مره اجيب، يعني جبت المره اللي قبليها كنت جايبه نص كيلو عشان سلطه الاسبوع اللي فات، فجبت نص كيلو ونص خيار عشان سلطه. بصوا ايدي من السوق. فكنت جايباه عشان السلطه. فاللي هو ايه، ما بقيتش اجيب كميات زي الاول كنت بجيب علشان ده الموسم وبتبقى رخيصه فبجيب واخزن. لا دلوقتي ما بقاش في حاجه اسمها موسم، ما بقاش في ان انا اخزن علشان خاطر الاسعار بجد. والله العظيم والله العظيم ربنا يرحمنا حقيقي. فاللهم لك الحمد على كل حال. دي حاجه. فانا بقول لك هاتي على قد استهلاكك اللي انت هتستهلكيه. ما تبصيش اللي هو مثلا في قناه انت متابعاها فبتجيب كميات وتقول لك ده بيوفر. لا والله العظيم والله العظيم انا كاسراء، يعني نصيحه كشخصيه ليا. ان انا لما اجيب الحاجه، لاني النهارده مثلا اخر مره كنت جايبه فراخ كانت ب55 تقريبا، النهارده سأل عليها ب63. طب ما ممكن بعد كام يوم هتبقى بحاجه و50. يعني فاهمين اللي هي مش الاسعار دلوقتي رخيصه وهتغلى، لا ده هي دول الوقت غاليه. انتوا فاهمين قصدي؟ فما ينفعش ان انا اروح لو حصل لي ظرف اروح اجيب كل حاجه كل بالفلوس اللي معايا كلها، خضار او لحوم او الكلام ده كله. ولو قدر الله لو حصل لي ظرف مش هلاقي معايا ايه فلوس للظرف اللي حصل لي. وربنا يا رب ما يجيب لاي حد حاجه وحشه. فاهمين قصدي ايه؟ فانا بقيت ماشيه كده. انا بقيت ماشيه مفيش الا الحاجه الوحيده اللي جبتها للتخزين هوريها لكم دلوقتي. خلينا نشوف اسعار الحاجه اللي انا جبتها واقول لكم اسعار الخضار النهارده ايه. اول حاجه الخضره زي ما احنا عارفين، يمكن الحمد لله بدات الخضره تاكل او حاجه، فبدات ان هي تبقى ايه ترمي شويه. 3 ب5 جنيه، فجبت 6 ب10 اهم. 3 ب5 جنيه خضره. البطاطس دي اللهم صل على النبي ب14، وفي ب12 ونص، وفي ب13، وفي ب15. انا جبت اللهم صل على النبي جبت 13 جبت 2 كيلو ب26 جنيه. جبت 2 كيلو ب26، في ب12 ونص، وفي ب13، وفي ب14. انا جبت 13 ب26 2 كيلو.
الطماطم بقى، هي احنا كنا الاول بنقول الطماطم مجنونه، لا دلوقتي بقى كل الخضار مجنون والله يعني. البني ادمين، حتى البني ادمين بقت مجنونه. الطماطم اهي، هي مش اللي هي حمراء قوي. انا مش جايباها ان هي، انا جايباها خضار، بس بصراحه قلت بصوا يمكن هي طالعه ان هي حمراء، لكن هي لا مش حمراء. بصوا فيها اصفر شويه يعني، بس هي حلوه. حلوه ليه؟ الطماطم فيه ب 12، وفي ب 14، وفي ب 16. الطماطم ب 16 و14 و12. انا جبت ام 14 جنيه اهي. جبت دول ب50 جنيه، 3 كيلو ونص، وتقل الميزان عشان الجنيه. فجبت دولا ب50 جنيه، الطماطم دول الحبة دول ب50 جنيه. تمام كده. جبتها علشان خاطر انا بقى الصلصه اللي عندي اللي كنت مخزناها من السنه اللي فاتت بدات ان هي، انا كنت زي ما قلت لكم كنت بجيب لما كانت ب5 جنيه كنت بجيب 2 كيلو 4 كيلو، واستعمل اللي استعمله، والباقي اما احس ان هي بدات تطرى اروح عاملاها صلصه وشايلاها في الفريزر، فهو ده اللي كنت بستخدمه. فلقيتها خلصت فقلت اجيب دولا 3 كيلو ونص وشويه ب50 جنيه، هي الكيلو ب14 جنيه. والبطاطس زي ما قلت لكم 12 و13 و14، مش عارفه في ب15 مش فاكره، بس انا سالت واحده ب14. دخلت جوه، لا ده كان في واحد كمان هو ده اللي قال لي ب14. ودي ب13، وعندها التانية ب12. فانا قلت خليني اجيب ديت احسن. ندخل بقى في ايه؟ في الشنطه دي. الشنطه دي اللي هي دي ثروه يا جماعه، دي ايه؟ ثروه. اول حاجه بس كده البصل. البصل اللي هو اول حاجه في حياتنا تقريبا، بعد كده هنبقى نقول البصل بالعيارات لانه داخل على اسعار كده خياليه. البصل ب 22 وانت طالعه. استنى، البصل اهو ب 22، بس ده اللي مزقلط يعني، اللي يعيش، اللي يقعد فترات كبيره، فاهمين؟ انا واحد حاطط بيه 17 جنيه، فانا قلت ب17 حلو اروح اجيب منه. رحت لقيت اللي هو الطري اللي هو مش هيكمل عندك يومين هتلاقيه ضرب، فانا حرام اروح اجيب بصل وادفع فيه فلوس يومين ولا يضرب. لا انا عايزاه بيقعد عندي، ال2 كيلو بيقعدوا عندي بالشهر، اقل من الشهر بحاجات بسيطه، ممكن اجيب كيلو في النص كده. فانا جبت ده البصل دوت، اللهم صل على النبي يا رب، ب22 جنيه. ده ب22، وفي ب20، وفي ب24 والله. فما تستغربوش خالص، انا سأل عليه كان من يومين بس تحت البيت قال لي ب27 جنيه. فاحنا رايحين على فين معرفش بصراحة. المشكلة ان المرتبات ثابتة يعني. انتوا اللي هو يا جماعة انتوا بتتكلموا بجد يعني؟ هي دي بقت اسعار طبيعية؟ احنا لا بجد موضوع الاسعار صعب جدا، صعب قوي، اللي هو ربنا يرحمنا يا رب. بس بجد الموضوع زاد عن حده قوي. ب22 البصل اللي انا جايباه، وكان فيه ب20 اللي هو صغير، وفيه ب17 اللي هو بايظ اصلا، وفيه ب24. فانا جبت دول ب28. دي هي يعني انا ما عنديش بتاعه بطاطس، فقلت اجيب دي ب15 جنيه. عارفه ان هي ما تستاهلش والله، بس ما عنديش بتاعه بطاطس. المهم جبت دي ب3.5 السلكه. والبقى هو ده بقى اللي الواحد يستاهل انه يخزنه الصراحه يعني، مش هكدب عليكم. ده ثروه قوميه. ايه يا اسراء؟ ليمون يعني، ليمون. بس تعالوا كده نمشي واحده واحده مع بعض. استنوا، ريحته جميله جدا، انا بعشق الليمون. ماشي. اول حاجه الليمون بيجي عليه فترات، خصوصا ان احنا الزيتون نزل فهتلاقيه هيغلى، لاني اول ما نزل كان الكيلو ونص ب10، انا جايباه كيلو وربع ب10. انا جبت كيلو ونص وشيلته في الفريزر. فقررت لما اروح السوق اجيب كميه، لاني بينفعني من السنه للسنه. ناس كتير كانت بتسالني اسراء بتخزنيه ازاي؟ والله بشيله زي ما هو في شنطته وبيقعد عندي، بس لازم يكون مقفول بالشنطه. ليه؟ لاني لو اتعرى بينشف، لو اتعرى في الفريزر بينشف، وما ينفعش تطلعيه وتدخليه تاني. خرج من الفريزر تستعمليه، اما يخرج ويرجع وتيجي تخرجي تاني هتلاقيه مرر. فالليمون ده انا جايبه 2 كيلو ونص ب20 جنيه.
اللهم بارك، يعني بيقعد عندي بالسنين، خصوصا ان انا ان شاء الله بامر الله السنه دي ناوي اخلي الزيتون. فالزيتون جميل جدا في السوق، بس بصراحه ما سالتش عليه. فبامر الله تعالى هخزن دوت، هطلع منه الاخضر للتلاجة. يعني هو في كام واحده بس كده خضر، انا اللي منقياهم متعمده، قلت اخليهم في التلاجة من تحت الاستعمال. والباقي الاصفر هو للخزين، بشيله في الفريزر بيقعد عندي. انا اللي كنت جايباه من السنه اللي فاتت لسه خلصان الشهر اللي فات، فجبت كيلو ونص وعندي في الفريزر شلته، ودوت 2.5 كمان عليه ب20 جنيه. كيلو وربع ب10 بجنيه، هو ب8 جنيه. وكمان جبت الكرنبايه ديت اللذيذه دي ب20 جنيه. ب20 جنيه. ده كده كان الفيديو المشتريات. الاسعار بجد خياليه، اللي هو هي محتاجة حد من العباسية، مستشفى العباسية، عشان يستوعب الأسعار. بجد مش حد طبيعي أبدا يسمع ان الخضار، البصل ب25، الطماطم ب16، البطاطس ب14، فده مش طبيعي أبدا. ربنا يرحمنا برحمته، ان شاء الله خير يعني، تفائلوا. بس احنا متفائلين والله، بس الناس فعلا التجار اللي بقوا جشعين بطريقة غبية. خصوصا ان الناس مضطره تجيب، لان مش اكيد مش هيموتوا من الجوع يعني عشان ما يجيبوش اكل. فربنا يرحمنا برحمته ان شاء الله تعالى. الفلفل كان جنبي ب14 جنيه، بس انا يعني كانت واحده بتسال بكام فقال لها ب14. انا كنت جايباه ب5 جنيه. البتنجان انا كنت جايبه البتنجان في التلاجة عندي لسه ما عملتوش. الرومي ب5 جنيه، والعروس ب5 جنيه برضو، اللي هو البتنجان الاسود دوت ب5 جنيه. عايزه اقول لكم تحفه في المحشي. هعمل النهارده محشي بالمناسبه، فايه قلت اعمله لاني عندي ما بقليهوش كتير، فانا جايباه للمحشي يعني مخصوص. اللي هو خد الجميل والابيض ما سالتش عليه الصراحه، بس تقريبا في نفس الرينج كده. بس ده كده كان فيديو مشتريات الاسعار العالميه على ارض مصريه باجواء صوماليه. فاللهم لك الحمد على كل حال. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.